السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشوني 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى معانا أكلة كده في الصميم. أكلة سمك ماكريل في الصينية، الأكلة المحببة على قلبنا اللي الفرعون الصغير الكبير بيحبها. نعملها النهاردة بطريقة حلوة، بطريقة كويسة، بطريقة ولا بقى تقولي لي ريحة زفرة. أهم حاجة تغسلي السمك كويس وتنضفيه كويس، لا تشم ريحة زفرة ولا تشم ريحة أي حاجة. وهنعمله بطريقة جديدة، هنعمله بالبطاطس. بطاطس يا هند؟ أيوة بطاطس. جربوه وهتدعولي، والله مش هتندموا. أهم حاجة لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك وكومنت حلو منك كده ايه يفرحني. ولو بتتفرجي على الفيديو ولسه جديدة وما اشتركتيش اشتركي وانضمي لعيلتنا الجميلة. انا بقى بحطه ايه، ما تحطلوش ملح عشان ما يهريهوش. احنا هننقعه بس 5 دقايق كده في الليمون عشان يشيل اي ريحة زفرة واي حاجة، عشان تاكليه كده وانتي مستمتعة. نقطعه بقى كده ونسيبه يتنقع 5 دقايق. وعبال ما يتنقع نشوف هنعمل ايه. نمسك بقى نصب الاول قبل ما نبدأ نقطع اي حاجة عشان خاطر ايه ريحة الزفارة. روقي على مطبخك على حوضك كده اول باول، مش هتحسي بحاجة. مش هقول لكم ان انا ما بسيبوش يتبهدل، لا والله بسيبه، بس لما بمسكه لما بحب احافظ عليه بحافظ عليه، لما بكسل عنه بقى خلاص اوعى وشك بقى بسيبه يتبهدل وهو حر بقى، ما انا مش هقطع نفسي يعني. انا بقى جهزنا الحاجة اللي هنعمل بيها الخلطة: البصل والفلفل والطماطم والليمون. انا طبعا بغسلهم حلو يا بنات، بس عشان انا مسرعه الفيديو انا بمسك الحاجه بغسلها واحده واحده كده. الصينيه طبعا لازم تشطفيها الاول قبل ما تعملي اي حاجه. هنا نقطع البصل جوانح، ومحدش يعيب عليا ويقول لي جوانح ايه، هو ايه ما بتتقالش غير كده، ملهاش مسمى تاني. اللي هيقول لي سلايس، لا انا هعيش عيشه اهلي، هي دي عيشه اهلي. انا مش احنا مش خواجات، هو اسمه جوانح، مشوها جوانح. انا كان نفسي طبعا اجيب سمك بولتي، بس الفرعون الكبير الصغير ايه بيحب الماكريل. قال لي انا عايز اكل صينيه سمك ماكريل صينيه. قلت له عيني 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 يا فرعون يا كبير يا صغير، لازم نسمع كلامه. المره الجايه بقى نعمل اللي احنا عايزينه، نجيب سمك ايه، سمك بولتي، واعمله لكم بطريقه بقى هتدعولي عليها. دول بقى بطاطستين يوتما كده كانوا موجودين، قلت هاتيهم يا بت واعمليهم ايه، واعمليهم مع السمك. اللي يعرف بلد ايه اللي بتعمل كده، بتعمل السمك في الصينيه بالبطاطس يقولي في الكومنتات. انا بعمله وما كنتش اعرف مين اللي بيعمل كده، فحد النهارده قال لي ان البلد الفلانيه بتعمل، او محافظه من محافظات بلدنا يعني بيعملوه كده، ما بياكلوهوش غير كده. قلت لها والله انا بعمله وما اعرفش ان هم بيعملوه كده. هنا بقى حطينا ايه، خدتكم في الكلام وما قلتلكوش انا حطيت ايه في التتبيله: ملح وكمون وكزبره وخل وزيت، بس الزيت حطيته في الاخر على الوش يعني. دعكتها كلها كده مع بعضيها، وتمسك الليمونه عصير ليمونه كده عشان تنزل العصاره بتاعتها. وبعد كده رحت ايه
رحت حاطه عليه الزيت من على الوش وحطيتها على البوتاجاز. نسيبها بقى تشكشك مع نفسها كده، تاخد وتدي ايه بشكل ودي. هو ما بياخدش وقت اصلا السمك الصينيه ده، يعني من اسهل الاكلات اللي الواحد بيعملها. هو الوقت بس اللي بياخده في الغسيل وتقطيع شويه الخضار بس، ويتحط على البوتاجاز بقى مع نفسه. نخلص بقى اللي حوالينا عشان خاطر ايه ميبقاش فيه كركبه في المطبخ، مش فيه حاجه في الحوض. تبقي مخلصه اكلك كده تحسي ان انتي روقان اخر روقان، ان انتي ما وراكيش مواعين، يا دوبك تتغدوا وتغسلوا الطبقين اللي كلتوا فيهم ودمتم سالمين. بص عشان ما يبقاش في اي ريحه زفاره، عشان ما حدش يجي يقول لك في ريحه زفاره في الشقه. اللي هيجي يشم ريحه السمك يقول لك تسلم ايدك من الريحه دي. نشفناه كمان اهو. هنا بقى كنت نسيت احط ايه، احط له شويه ميه عشان خاطر في ايه في بطاطس. لو ما فيش بطاطس ما كنتش احط له ميه، لكن عشان في بطاطس تستوي كويس فلازم ايه تحطيله. نسيبه بقى مع نفسه كده. هنا بقى بصوا الجمال. لو بيشممكوا الريحه، والله العظيم لو بتعرفوا تشموا الريحه. وحطينا توم كمان، اديكوا شفتوا في الفيديو يعني. التوم دوت انا مفرزاه كده بالتوابل بتاعته. انا بقى هحطه في الشوايه ياخد لون كده شويه. بس كده. ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم في الحلاوه؟ مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. شايفين البطاطس؟ بصوا دايبه دوبه اهي وماسكه نفسها. شايفين الصوص اللي فيه؟ جوسي وطعمها تحفه وريحتها اتحف واتحف. ريحتها جميله اوي والله العظيم. يا رب تجربوها، ولو جربتوها دعوه حلوه كده لاختكم بصلاح الحال. مش عارفه اللي بيرنوا دول، ما تصبروا يا حاجه انت وهي. المفروض لما اجي اسجل فيديو بعد كده اتصل بالناس كلها اقول لهم انا بسجل محدش يرن عليا لغايه ما ربنا يكرمني واجيب تليفون تاني ده يبقى يتصلوا عليه. هوريكم حاجه بقى دلوقتي مش هتصدقوها، اصبروا بس. شايفين البتاع شكله جامد ازاي؟ والله شكله تحفه. بصوا بقى ايه رايكم في الزيتون ده؟ شايفين الفلفل ماسك نفسه ازاي؟ قسما بالله الزيتون والفلفل دوت بتوع السنه اللي فاتت. انا لسه ما جبتش ليمون السنه دي ولا شيلته. بصوا زي ما هو. بصوا ولا اتهرى ولا حصل فيه اي حاجه. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسونيش في اللايك. باي.